خميس بيخوني. يخرب بيك كده. اللي بيضحكك كده على الصبح؟ ابدا، واحد صاحبي بعت لي فيديو ضحك قوي. ماشي. المهم الفطار جاهز، عايز انزل الشغل بسرعه. 5 دقايق. ماشي يا خميس، انا مش مطمنالك. ايه ده؟ إيه الرسالة دي باسم واحدة اسمها مها، شكلي كده طلع شكي في محله. بتخوني يا خميس. مكتوب ان شاء الله ما تنساش ميعادنا بكرة. ماشي يا خميس. خميس انا عايزاك بكرة في مشوار مهم. لا لا، مش هينفع، انا مشغول بكره قوي. ما هو بعد الشغل. ما انا برضو عندي مشوار مهم قوي بعد الشغل. ايه ماما، انا شاكه في خميس قوي. في واحده اسمها مها بتبعت له رسائل غريبه، وهو اليومين دول مش مظبوط، على طول مشغول وسرحان. هو انت هتسكتي له؟ لا، لازم تواجهيه، ما تسيبوش يضحك عليكي. رايح فين يا خميس؟ ما انا قايل لك بقى عندي مشوار مهم. والمشوار ده تتشيك له قوي كده؟ ايوه، ده مع ناس مهمين قوي في الشغل. سلام بقى عشان هتاخر، سلام. ماشي يا خميس. لا، انا لازم افتش في حاجته وامسك دليل قوي. لازم افتش في كل حتة وفي هدومه كمان، يمكن الاقي حاجة او دليل. ايه ده؟ تذكرة طيران؟ دول تذكرتين كمان. هتتجوز وتسيبنا وتطفش يا خميس؟ نوجة، عايزك تحضري شنطة سفر صغيرة كده عشان مسافر. ايوه، مسافر. رايح فين بقى؟ ايه، رايح سفرية تبع الشغل. سفرية تبع الشغل ولا هتتجوز وتهرب؟ اتجوز وكمان اهرب؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ ايوه، انا عرفت كل حاجة. عرفت مها اللي انت هتتجوزها وتهرب معاها. يخرب بيت المسلسلات الهندي اللي بتتفرج عليها. يا بنتي بقى، دي صاحبة شركة كبيرة فاتحة معانا شغل جديد، وانا مسافر فعلا، بس مسافر شرم الشيخ. هروح يوم بليلة وارجع على طول، عشان كده هروح طيران. ايه؟ وايه اللي يثبت كلامك؟ حاجة بسيطة جدا. أستاذة مها دي عندها 67 سنة، يعني قد أمي. طب ليه بقى في تذكرتين طيارة مش تذكرة واحدة؟ عشان علي صاحبي في الشغل هيسافر معايا. طب وانت ما قلتش كل ده من الاول ليه؟ هو انت سألتيني وانا ما قلتش؟ انت اللي عمالة تدوري وتدعبسي وتفتشي لوحدك. انت الشك ده ولا عميكي؟ والشك ده قلة ثقة، خلي بالك، قلة ثقة في نفسك قبل ما يكون فيا. عندك حق يا خميس، بس يا اخويا شوف شركات تشتغلوا معاها صحابها رجالة مش ستات. مفيش فايدة. الغيرة لما بتكون بحدود بتأدي الحب طعم، لكن لما تتحول لشك بتكسر البيوت. الثقة مش رفاهية، الثقة حياة. وما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات واللايك اللي بيفرحني. باي.